اشنو كيوقع لهاد الناس اللي كيجيو لاسبانيا عن طريق الفونطوم ولا كيجيو في الزودياك ولا في شي طريقه مهم على البحر؟ اي واحد كيجي على البحر كيدوز من واحد المراحل خاصكم تعرفوهم، وخاصكم تعرفوا شنو كيتسناكم لاي واحد جا على داك الطريق. وكنتمنى بنادم ما يجيش على داك الطريق، ما كنحرض حتى شي واحد يجي من داك الطريق الخوت صراحه. بزاف ديال الناس كيموتوا في البحر، راه ماشي كلشي كيوصل، ولكن غادي نهضر شنو كيوقع من بعد البحر. مثلا جيتي وقطعتي البحر ووصلتي لاسبانيا، حاليا شنو القوانين اللي كيطبقوا عليك؟ شنو كيديروا معاك الجمعيات؟ شنو كيديروا معاك الغوارديا سيفيل، البوليس، كاع داك المراحل اللي غدوزهم غادي تعرفهم في هذا الفيديو. وشنو خاصك دير انت في اول ما تحط رجليك في اسبانيا، وشنو خصك دير الا شدوك، وشنو خصك دير الا ما شدوكش. المهم هاد المراحل هادو الخوت خاصكم تعرفوهم لاي واحد باغي يهاجر ولا اي واحد جا وما عارفش، باش ما يتقولبش، باش ما يطيحش في مشاكل، باش ما يبقاش يقدر الا ما دارش هاد المراحل اللي غنقدر نعطيكم هاد النصائح اللي غنعطيكم في هاد الفيديو، يقدر للاسف الشديد يبقى المده اكثر من عامين ولا 3 سنين عادي يصايب وراقيه، ولا يقدر يوقع له مشكل يقدر يضرب 5 سنين عادي يصايب وراقيه. المهم اليوم غادي نهضروا على الناس الخوت اللي غادي يجيو من المغرب لاسبانيا عن طريق مثلا المهم غيقطعوا البحر. اي واحد كيوصل للضفه ديال اسبانيا بالنسبه للناس الى شدوهم غوارديا سيفيل، يعني العسكر ديالهم ديال الحدود في اسبانيا، وشدوك مثلا اول حاجه كيديوك كيبصموك، ثاني حاجه كيديوك الجمعيه كيعطيوك الملابس ديالك، كيعطيوك التاكل، يعطيوك الشرب، كيدوزوك في المحكمه، كيتحاوروا معاك علاش جيتي، منين جيتي، شنو السبب، كيفاش، شكون اللي جابكم، هاد المراحل كامل وكدوزوهم. كتجلسوا 3 ايام في السيلون، العذاب الاليم، يعني اي واحد كيدوز داك العذاب الا شدوه. 3 ايام، من بعد 3 ايام كيعطيوك ورقه يا اما تخرج تمشي بحالك، واما الا كنتي مينور غادي يديوك السينترو. هذه شحال الخوت كانوا كيرجعوا النص وكيخليو النص يا كبار يا صغار على حساب انت وزهرك، يقدروا يرجعوك يقدروا يخليوك. حاليا ما كيرجعوا حتى شي واحد، حاليا كلشي كيخليوه في اسبانيا. الصغار كيديوهم المينوريس، يعني السينترو ديال المينوريس من يضربوا 18 كيعطيوهم الورقه ديالهم، كيصايبوا وراقيهم الا بقاو مزيانين، كيصايبوا لهم وراقيهم الا ما داروش مشاكل، كيعطيوهم 8 المليون للواحد ملي كيسالي 18 عام بالوريقه ديالو، 8 المليون ديالو، ولا كيعطيوه الدار والخدمه. تحياتي لكم اخوتي. هادشي بالنسبه للمينوريس. بالنسبه للناس الماجور يعني كبار من 18 عام شنو كيديروا معاهم؟ اول حاجه كيدوزوهم الجمعيات. الجمعيات كاينه كروز الرخاء، كاينه السير، كاينه بزاف. المهم اغلبيه كيدوزوهم السير ولا كروز الرخاء. كروز الرخاء شنو كيدير؟ كيشدوك، كيعطيوك شهاده السكنه، كيجلسوك 3 شهور معاهم، كيعطيوك شهاده السكنه، كيسكنوك معاهم كاين شارب كلشي، وكيعطيوك واحد المبلغ باش تكيف باش تدور باش كذا، واحد 100 اورو في الشهر ولا هكذا. المهم كيعطيوك المده ديال 3 شهور. البنات كيعطيوهم 6 شهور. في هذيك المده كتكون خارج بشهاده السكنه ديالك، بالتراخيط الطبيب ديالك، امور مضبوطه. هذيك التراخيط الطبيب وهذيك شهاده السكنه كتبقى لك لمده عامين. حاجه وحده هي ما خصكش تعطيهم الباسبور ديالك، دائما تجيب لا باسبور بلا حتى شي حاجه. علاش؟ تقدر الا كنتي مثلا يلاه قفلتي 18 ولا 19 عام تقدر طيح لهم مينور. الا طحتي لهم مينور غيديوك سينترو د مينوريس، وغادي يديروك عام واحد مثلا، وغتصايب وراقيك ويعطيوك المسائل ديالك. ولهذا الخوت حتى شي واحد جاي مثلا ما يجيب لا ورقه لا جوج، كان باينه فيه صغير راه يقول لهم انا راه صغير، قال من 18 ما عندي حتى شي ورقه. المهم بالنسبه للناس اللي كبار وباينه فيهم كبار راه يطلعوهم راه كبار من الماكينه داك الشيء، كيخرجوا بالوراق ديالهم بالمسائل ديالهم. الا حاجه وحده اللي هي السكنه، كيخرجوك كيقول لك سير دبر على راسك. اي واحد شنو خصو يدير؟ خصو في هذيك المده اللي يكون خدام فيها مثلا جالس مرتاح فيها في كروز الرخاء في الجمعيه، يحاول يقلب فين يمشي يسكن ولا فين يمشي يخدم. اهم شيء هي السكنه. دائما لا بغيتي تلقى السكنه داغي والخدمه داغي، دائما روم البويبلو الصغار، يعني المدن اللي صغارين. مثلا كاينه مورسيا غنمشي للمدن اللي قراب لمورسيا، كاينه غرناطه غنمشي للمدن الصغار اللي قراب لغرناطه، بحال الفيلاجات صغار. هذوك هما اللي غتلقى فيهم الكرا، وتلقى فيهم الناس، تلقى فيهم المهم تلقى فيهم الفرص ديالك باش تصوفي راسك في الاول. ولكن غادي نوصيكم على حوايج، ما ديروش الثقه في البنات الصغار المينوريس الخوت، ما ديروش الثقه في المينوريس، وما تجيوش بداك العقليه ديالها نهضر مع هادي كذا، ندبر على راسي، نتصاحب مع هادي ولا ندير مع هادي. وياك انا نعطيكم واحد السيد شنو وقع له. واحد السيد كان غادي في الكار، جاي من فرنسا، جاي لبرشلونه. شنو دار؟ يلا جاي يدفع الوراق، راه سارع عامين ديالو، جاي يدفع الوراق، حتى بدا كيشوف واحد البنت صغيره وكيلعب في التليفون. امها راسيستا، يعني امها يعني عنصريه. شنو دارت؟ شافتو كيشوف بنتها 2 المرات، عيطت للبوليس، قالت لهم
هي في الكار وعيطت لهم قالت لهم تلاقوني في المحطه الفلانيه، انا راه نزلت تما وكاين واحد السيد كيضايق لي بنتي وكيتحرش لي بنتي بعينيه وكذا. وقالت لهم راه كيصور لي حتى بنتي، ومهم بغات تشريها له بالعربيه. السيد فعلا كان كيشوف لها بنتها ولكن بدون قصد، عادي بدون قصد، كيشاف مره ولا جوج، المهم بدون قصد. حتى كيتفاجئ كيلقى البوليس كيتسناوه في المحطه، داوه ما ينطوه. شنو داروا له الطرد من اسبانيا، وداروا له 5 سنين ما يصايبش الوراق ديالو. ما سولوه لا علاش لا شنو هو لا كيفاش، قالوا له حاجه وحده هي تحرشتي بالبنت، والبنت راه اكدت يومها بلا انك راه تحرشتي بها، ولهذا هذه ردوا منا البال. ثاني حاجه ما تمشيوش للابوار يعني الديسكوتيكات. ثالث حاجه بعدوا من الطريق الخايبه. كاينه شوف الطريق الخايبه ساهله هنايا الخوت، يعني بعدوا منا. الناس اللي باغي يغير حياته راه باين، بنادم اللي باغي يصوفي راسو راه باين الطريق ديالو، والناس اللي باغيين راه شوف راه في اي لحظه حاجه بسيطه تقدر ترجعك للبلاد ولا تقدر تخليك بلا وراق هنايا للابد. ردوا البال من هادشي، انا عطيتكم معاه واحد شويه من بزاف. المهم الخوت، حوايج اللي غتركزوا عليهم، اول حاجه تقلبوا على شهاده السكنه ديالكم. ثاني حاجه التراخيطه ديال الطبيب، المهم الكرا ديالكم. الخدمه عطرومو البويبلو الصغار، تبداو تعرفوا على الناس، تعرفوا على في القهاوي على الكوير، تعرفوا على هذا. تلك تهضر بالاسبانيول راك مزيان، تهضر بالونجلي راك فوق مزيان. الا ما كتهضرش اللغه عطروهم القهاوي اللي كيجلسوا فيهم الجزائريين مغاربه ولا توانسه، وغادي يسهل عليك الله. ولهذا خوت هادو هما الوراق اللي خصك تاخذ. اي واحد ما لقاش اللي صايب له شهاده السكنه يحاول يمشي للجونطامينتو، يمشي للبلديه ديال داك البويبلو، ويبدا يقول لهم انا كنسكنها في الزنقه، ما عندي حتى شي واحد. يصور لهم شي بلاصه في الزنقه ويدير فيها شي كارطونه ولا شي حاجه ويقول لهم هنا فيك النعس. هما غادي يعطيوه واحد الورقه ويقولوا له تسنى، يخرجوا عندك البوليس يشوفوا البلاصه اللي كتنعس فيها. واخا يخرجوا ما يلقاوش، يقول لهم راه انا ما كنتش كندبر لا راسي في جهه اخرى، ولا مشيت للمقرا ولا مشيت شي حاجه. كيقلبوا كيدوز شهرين كيعطيوك شهاده السكنه ديالك. هاك شهاده السكنه ديالك ما كيحيدها لك حتى شي واحد، كتبقى لك دائما حتى تصايب الوراق ديالك، وهذيك صحيحه اكثر من شهاده السكنه اللي كتشريها بفلوس. ولهذا الخوت صبروا، اي واحد بغى يدير شي حاجه فابور خصو يصبر. وبالنسبه للناس اللي بغاو يمشيو للجمعيات، احسن جمعيات كاينه حاليا في اسبانيا هما اللي كاينه في اش كيقولوا لهم في الباسك، يعني في بيلباو وما جاور ذلك. وهذا الشيء اللي غنقول لكم الخوت، وتهلاو الله يسهل عليكم.